أهلا بيكم في أفكار وصفات مع روني. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمل مع بعض السمك البلطي في الفرن بأبسط طريقة. وقت تحضيره مش هياخد معاكي نص ساعة. خفيف جدا وصحي وطعمه جميل، ومن غير ما نقليه بقى، من غير ما يشرب زيت. بجد خطير جدا ونتيجته هتعجبك قوي. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. جايبه هنا معايا سمك بلطي، طبعا تجيبي الكميه اللي انت عاوزاها. اكون منضفاه كويس قوي وعامله فيه شرايح بالشكل اللي انت شايفاه ده. هبتدي اجيب كميه كويسه من الثوم، كميه كتيره، وهحط عليها معلقتين صغيرين من الكمون، معلقتين صغيرين من الكزبره الناشفه، معلقه صغيره من الملح. هعصر عليها ليمونه وهقلبهم كويس جدا مع بعض، وهبتدي اتبل بيها السمك. بس هاخد من كميه الثوم دي معلقه واحده كبيره. هقول لكم بعد كده هنعمل بيها ايه. هبتدي اقلبهم كويس جدا مع بعض، وهبدأ أتبل السمك بيه. طبعا شايفين عاملة الفتحات دي عشان السمك يستوي كويس، وكمان عشان أحط فيها من تتبيلة التوم والسمك يشرب منها، هيبقى طعمه جميل جدا. شايفين ببتدي أتبله في الفتحات دي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده كمان هفتح السمك بالشكل ده، وهبتدي أتبله كمان من جوه بالتوم. بعد كده هخلص كمية السمك كلها بنفس الطريقة، وهبتدي أحضر الخضار اللي هحطه تحت السمك في الصينية. مقطعة طماطم وفلفل ألوان وبصل جوليان، شرايح رفيعة. عايزة تحطي فلفل رومي أخضر برضو براحتك. أحط على الخضار معلقتين صغيرين كمون، ومعلقتين صغيرين كزبرة ناشفة، ومعلقة صغيرة من الملح، وعصر ليمون عليهم. هقلبهم كويس جدا مع بعض، وهبتدي أجيب السمك وأحط شوية من الخضار دول جوه السمك. بيدي طعم جميل، بس مش هكتر منه جوه السمك، شوية صغيرين، بيدي طعم جميل قوي. بعد ما اخلص كميه السمك هحط معلقه التوم اللي قلت لكم شيلوها على جنب، معلقه كبيره توم، واحطها على باقي الخضار وهقلبه كويس مع بعضه. وهبتدي افرش الخضار كويس في الصينيه واحط عليه السمك، واحط شويه من الخضار على وش السمك، وهعصر ليمونه تاني عليهم. بعد كده هدخله الفرن على درجه حراره 200، هياخد بالظبط تلت ساعه. بعد كده بطفي وبشغل الشوايه عشان ياخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بجد ريحته خطيره جدا وطعمه رهيب. بجد خفيف وصحي وجميل جدا. مش محتاج اي حاجة. عايز جنبه عيش، عايزة تعملي رز سمك، دي براحتك. لو عجبتكم الوصفة اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم. ولو عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا لي لايك وشير ومتابعة ليا.